اسحب كده. يا نهار ابيض يا عم شلتت ده، بص المنظر، يا نهار ابيض. ده عم شلتت عامل الفطيره دي صدق بسطرمه قشطه برو ماكس، واسمها برو ماكس عشان فيها اعلى حاجه مع عم شلتت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة بنفرد بقى العجينة، فطيرة برو ماكس. بنهوي يلا بينا ونلعب بالعجينة. بنخش بقى بالجبن الأول، جبنة رومي مع جبنة موزاريلا. بنخش على الصدق البلدي ويلا بينا نقفل بقى الفطيرة. دي السمنة البلدي بتاعتنا، أي فطير من عم شلتت متنغنغ بالسمنة البلدي. ونخش بقى على الفرن، بتاخد طبعا نص سوا. بعد كده بنكسر البيض بتاعنا مع شوية الجبن، يلا بينا، مع شوية طماطم، شوية فلفل، مع شوية زيتون، ونحط لها برده شويه السمنه البلدي. هنضرب كل ده ببعض. بعد ما خدت بقى السوا بتاعها كده نطلعها وندهن، ندخلها بقى الفرن. هي مش بس كده، برو ماكس عم شلتت. نخش بقى بشرايح البسطرمه وهندخلها الفرن تاني. يلا هتاخد القشطه بتاعتها وهنسيح القشطه. اهم حاجه تعملها ان حته القشطه اللي حاطه على الوش دي لازم تفردها على الفطيره كلها. اسحب كده. يا نهار ابيض يا عم شلتت ده، بص المنظر، يا نهار ابيض. يلا ندوق، بسم الله. لا مش من اول مره يا جدعان. يا جدعان دي دسمه دسامه مش طبيعيه. هي فطيره الخامات اللي فيها طعمها حلو قوي، بس هي دسمه قوي. يا جماعه انا عايز بس اوريكم المنظر، والله بدل الوش ده القشطه غير الجبن اللي فيها طعمها حلو. لو انت اصلا بقالك كتير ما اكلتش فطير، فدي اللي هتعمل لك الريمونتادا او الكامباك. طعمها حلو قوي يا جماعه. لو فتحناها كده هو مش فطيره، ده ساندوتش. حتى بص الرقات اللي تحت، بص هو عاملها ازاي، مش رق واحد بس عشان تستحمل كل ده. يا جدعان ده المعنى الحرفي لكلمه برو ماكس اللي بتتقال على اتقل واعلى حاجه. الفطيره دي برو ماكس عشان تقيله وفيها كل المكونات اللي انت بتحبها. سلام.